السلام عليكم. دايمًا للأسف يعني أي حد يسألني عايز أروح الواحات البحرية يا دكتور، أو عايز أروح المكان الفلاني، أو عايز أروح المكان الفلاني، بلاش الوادي الجديد، أصل وِش المَيّة عندكم في الوادي الجديد بعيد. أنا عايز أقول لحضرتك إنه فكرة وِش المَيّة القريب وفكرة وِش المَيّة البعيد في الصحرا الغربية كلّها، يعني كل غرب النيل من أول فوق، من أول منخفض القطارة كده لغاية يمكن توشكا تحت يعني، كله بيشترك في نفس الصفات. كل منطقة فيها هتلاقي وش ميه قريب جدا، 5 متر و7 متر و10 متر. والكلام ده ينطبق على سيوة برضه. وهتلاقي أماكن تانية في نفس المربع يعني، أو في نفس المكان. سواء بقى ده يعني في الجزء البحري من الصحراء الغربية، أو في الجزء القبلي منها. زي ما قلت ممكن تلاقي وش مية قريب جدا 5 و7 و10 متر. ممكن تلاقي وش مية اللي أنا بحبه شخصيا اللي هو في حدود من 20 ل 40 متر. ممكن تلاقي وش مية المقبول من 40 ل 70 80 متر ماكسيموم يعني. ممكن تلاقي وش ميه بعيد اللي هو فوق 80 و100 متر. لكن فكره ان احنا ما نروحش المنطقه الفلانيه او ما نروحش المكان الفلاني، ناخد فيه ارض او نزرع فيها عشان خاطر وش الميه بعيد، صراحه دي خرافه. لازم نتخلص منها يعني، او لازم نفكر ان دي فعلا مش موجوده. انا ارضي الشخصيه وش الميه فيها حاجه و30 متر. القطعتين اللي واخدينهم او الارضين الجداد اللي واخدينهم عشان نعمل فيهم ان شاء الله مشروع النخيل، سواء المكان اللي هنعمل فيه مشروع النخيل المجدول او حتى مشروع النخيل الصعيدي. واحد فيهم وش الميه حوالي 38 متر، والتاني وش الميه حوالي 32 متر. والاثنين موجودين في مركز بلاط في الوادي الجديد. وبالتالي فكره انه انا مش هروح المكان الفلاني علشان وش الميه بعيد، دي خرافه. حضرتك لازم تنزل تدور في المكان اللي انت شايفه. رقم واحد ورقه مظبوط، رقم اتنين تربته مظبوطه، رقم تلاتة ميته قريبه. الكلام ده ينطبق على اي مكان حضرتك هتستثمر فيه. لازم رقم واحد ورق سليم، رقم اتنين تربة كويسة. وطبعا رأي معروف في فكرة التربة هي التربة الرملية الصرف بدون أي طفلة خالص، حتى لو فيها نسبة طفلة تبقى طفلة بسيطة، وأصل التربة من تحت يكون قطاع رملي محترم. وكل ما زاد القطاع الرملي في الأرض تكون القصة أفضل. رقم ثلاثة المية في جودتها وفي قربها اللي بيوفر فلوس كتير في الحفر الآبار، أو حتى في معدلات الطاقة الشمسية، أو كميه الطاقه الشمسيه اللي بستخدمها عشان اطلع نفس كميه الميه. انا النهارده قررت وليكن مثلا ان انا هاخد في المكان س، احط الشروط اللي انا عايزها دي واطبقها في المكان س. هاخد في المكان ص عشان بس ما حدش يقول لي انت اصلك بتسوق، انا لا بسوق ولا ببيع اراضي او حاجه. بس في الاخر ما ينفعش حد يقول لي لا انا مش هروح المكان الفلاني اصل وش الميه فيه بعيد. لا حضرتك، كل الصحراء الغربيه كل مكان فيها، او كل مركز فيها، او كل مدينه فيها وش ميه قريب ووش ميه بعيد. قلت بس حد المعلومه، لانه كذا حد سالني في الايام اللي فاتت يعني. فقلت بدل ما ابلغ واحد اتنين تلاته، لا نعمل فيديو والناس كلها تتبلغ ان شاء الله. شكرا جزيلا.